بالوفاء بما وعدتكم به في أن أطلعكم على مد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بكل أسف يعني كثير النسيان، وأسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم نعمه. فالحمد لله الذي ذكرني، لأني خشيت أن يقذف الشيطان في قلب طالب من طلابنا شرا أو سوءا حين أخبرت بأن الله عز وجل قد شرفني بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسيت مرة. خشيت أن يقذف الشيطان في قلب أحد طلابنا وأولادنا شيئا، أن الشيخ يعني قال ذلك وهو ليس صادقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. هذا المد، وأنا إن شاء الله بعد يعني كلمات قليلة سأدفعه إلى أخي الشيخ توفيق، موجود؟ ليتحسسه بيديه وليراه ببصيرته إن شاء الله تعالى بعد كلمات قليلة. هذا المد أهداه إلي أخي وحبيبي فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. وهذه إجازة بهذا المد، إجازة من أخي الشيخ محمد إسماعيل إلي، وهو قد استقبل أو تلقى أو أخذ هذه الإجازة من شيخ آخر أهداه هذا المد. هل أقرأ عليكم الإجازة ولا أكتفي به؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة سند المد النبوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عدل مده بمد فضيلة الأستاذ الشيخ محمد بن إبراهيم حسان، وأنا اللي هو الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله، وأنا عدلت مدي بمد العلامة الشيخ علي ابن حسن ابن يحيى الشرفي الحازمي، المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة، وهو عدل مده بمد شيخه العلامة علي ابن عامر عقلان الأسدي مدير دار الحديث الخيرية، وهو عدل مده بمد المحدث العلامة الشيخ أبي سعيد محمد بن عبد الله ابن شهرة إلهي المدرس بدار الحديث الخيرية بالمسجد الحرام، وهو عدل مده بمد الشيخ إلى آخره حتى ينتهي هذا إلى مد الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المد يا إخواني، لا أريد أن أقرأ يعني أسماء المشايخ الذين يعني وصل إليهم هذا المد وامتدت هذه الإجازة وهذا السند إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المد الذي ترونه في يدي هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في مدنا، في صاعنا ومدنا، حديث في الصحيحين. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. هذا هو المد بمساحته وبشكله الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بنفس الهيئة وبنفس القطر من أعلى وبنفس القطر من أسفل. هذا هو المد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه كما في الصحيحين: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. هنعرف يعني الصاع دلوقتي. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. خلي بالك من الرواية اللي أنا كنت سقت الخبر من أجلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حد فيكم يقدر يتوضأ بالمد ده ولا عاوز مليون مد؟ على الأقل 10 أو 20. ولو الواحد بيغتسل عاوز له 100 صاع، وهنعرف يعني ايه صاع دلوقتي.
كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. هذا المد يتوضأ به رسول الله وضوءا مكتملا ليس ناقصا. بهذا المد كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم بالمد ويغتسل بالصاع. قال الحافظ العلامة الشيخ محمد حياه: صاع أمير المسلمين أبي الحسن المذكور في هذا السند كان موجودا في المدينة المنورة عند شيخنا، وقال إنه كان ملكا من ملوك المغرب، وقال اللي هو الشيخ يعني، وقال أخبرنا شيخنا أن أحمد بن حنبل هذا غير المشهور بأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المسند، قال والصاع كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. قال والصاع 4 أمداد بهذا المد عند مالك والشافعي وأحمد. يبقى الصاع 4 من ده عند الجمهور، لأن في قول آخر سأذكره الآن. يبقى الصاع الذي كان يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي 4 أمداد بهذا المد، يغتسل من الجنابة ويغتسل غسلا كاملا ب4 أمداد يعني بصاع، فيتوضأ بهذا المد ويغتسل ب4 منه صلى الله عليه وسلم. الصاع 4 أمداد بهذا المد عند الإمام مالك والشافعي وأحمد. أما عند أبي حنيفة فهو 4 أمداد بالمد العراقي، فهو 4 أمداد، الصاع يساوي 4 أمداد بالمد العراقي، والمد العراقي 6 أمداد بهذا المد مش 4. الصاع العراقي 6 أمداد بهذا المد وليس 4. قال شيخنا أبو سعيد عبد الله ابن شهرة إله رحمه الله: والمحقق هو الأول، يعني الصاع يساوي 4 أمداد بهذا المد، وهو المد النبوي الذي تداولنا روايته وعدلنا مدنا بمدهم. والباعث على هذا التحرير أن أخي في الله تعالى فضيلة الداعية جزاه الله خيرا الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، هو الشيخ يقول فضيلة الداعية المبارك، وأنا أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المباركين أينما كنا، وهذا من حسن ظن الشيخ بي، وأسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والله الذي لا إله غيره ما ذكرت اللفظة إلا من باب الأمانة فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وأسأل الله أن يسترنا وأن يجعلني وإياكم من المباركين حيثما حللنا وحيثما كنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يقول: عدل مده هذا على مدي وطلب مني إجازة سندي فيه، فأجبته سائلا الله عز وجل أن يمن علينا بالعفو والعافية واليقين، وأن يحسن عاقبتنا في الدارين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في ثغر الإسكندرية بتاريخ الأربعاء غرة ربيع الأول سنة 1431 هجرية، وكتبه راجي عفو مولاه محمد بن أحمد بن إسماعيل بن مصطفى المقدم. أسأل الله أن يجزاه عنا خير الجزاء، وهذه يعني أجل وأعظم هدية أهداها إلي فضيلة الشيخ، وأنا أهدي إليه الدعاء. أسأل الله أن يثبتنا وإياه، وأن ينفعنا وإياه، وأن يرزقنا وإياه الاتباع، وأسأل الله أن يسدد رميه، وأن يبارك فيه وفي سعيه وفي جود إخواننا جميعا، إنه ولي ذلك